بعد نجاح ساحق للعتاولة الجزء الأول اللي اتعرض في رمضان 2024، وإن تم الإعلان عن الجزء الثاني بطريقة غير مباشرة في آخر أحداث مسلسل الجزء الأول في المواجهة اللي كانت بين عيسى الوزان وخضر. احتمال كبير قوي المستشار تركي آل الشيخ يظرفني مكالمة عايز تكمل معايا في الجزء الثاني براحتك. وبالفعل المستشار تركي آل الشيخ بعد نجاح ساحق للجزء الأول قرر إنه يدعم صناع العمل والقصد بالكامل بالجزء الثاني من المسلسل، ولكن مع تغيير بعض الكوادر فيه وبعض الشخصيات اللي هتتغير وبعض الشخصيات اللي هتبقى جديدة وهتضاف معاها. والمفاجأة الأكبر إن تم تغيير المؤلف. طب ليه تم تغيير المؤلف؟ في أسئلة كتير قوي هنجاوب عليها النهاردة، لكن قبل ما نبدأ ادعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الجزء الأول كان من تأليف المؤلف هشام هلال، واللي من أهم أعماله ونجاحاته كانت معظمها مع الفنان أمير كرارة في مسلسلاته زي الطبال، طرف ثالث، حواري بوخارست، واهمهم فيلم كازابلانكا اللي حقق نجاح كبير قوي. وله بعض الاعمال التانية زي برنامج بسنت ودياستي الايقوني والنقله التاريخيه اللي بالنسبه له اللي كانت من تاليف مسلسل العتاوله. وفي الجزء الثاني تم تغيير المؤلف وبقى مصطفى جمال هاشم، والحقيقه ان ما كنتش متوقع ان المؤلف ده هينتقل للنوعيه دي، لان من اهم اعماله في يوم وليله للفنان احمد رزق، وفرصه تانية للفنانه ياسمين صبري، و30 يوم للفنان آسر ياسين. يعني نوعية أعماله ما تدلش على الحي الإسكندراني، ما تدلش على الأكشن اللي المفروض يحصل في العتاولة، ما تدلش على الشخصيات اللي المفروض هتتجسد اللي هي جاية من حي شعبي. كل الأعمال اللي هو عملها أو معظم الأعمال اللي هو عملها بتدل على الإثارة، بتدل على المرض النفسي، على التشويق، على الدراما اللي ما فيهاش شعبيه. وان تاليف العتاوله 2 بالنسبه له هيبقى نقله كبيره قوي لو حصل نجاح كبير جدا فيه، وهيبقى نقله تاريخيه كبيره بالنسبه له. بس برضه انت ما جاوبتش على السؤال، هو ليه اتغير؟ بالحقيقه ان في الجزء الاول لما صناع العمل لقوا المسلسل عمل نجاح كبير في رمضان مع اول 3 حلقات ليه بان نجاحه، كملوا كتابه المسلسل حتى في رمضان. يعني كان عامل زي البث المباشر، كل ما يكتبوا حلقات تتعرض في ثانيه، كل ما يكتبوا حلقات تتصور في ساعتها، لدرجه ان هم تنهم يالفوا في المسلسل لحد اخر يوم، لحد الحلقه 29 في رمضان. واللي يدل اكتر على كده ان حصل ارتجال في الحلقه 29 بين خضر وعيسى الوزان، والناس على هاوي هتقف على رجليها وتسقف، والسوشيال ميديا هتتقلب. مش انا قررت اغير النهايه، يبقى قابلني امتى وفين؟ على MBC مصر الساعه 7 بتوقيت القاهره. يلا بينا يلا بينا. وان في 2024 كان المفروض اصلا ان التخطيط الرسمي للمسلسل هو 15 حلقه بس. يعني هو كان متصنف انه هيبقى 15 حلقه، مشهور بانه هيبقى 15 حلقه ايام ما كان بيتعرض في رمضان 2024، لكن تم تغيير الخطه تماما لما لقوا النجاح الكبير اللي عمله، خلوه 30 حلقه. بقوا بيصوروا 15 حلقه التانيين في رمضان، وقدروا انهم يعملوا 15 حلقه تانيين والمسلسل اكتمل 30 حلقه. التغيير حصل بسبب ان المؤلف الجديد عنده افكار اكتر اتقدمت للمخرج. هو ازاي عيسى الوزان ما ماتش؟ في الحقيقه توقعاتي للسؤال ده ان المطارده اللي حصلت من خضر ونصار ضد عيسى الوزان بالنهايه اللي حصلت في الجزء الاول، ان لما العربيه بتاعت عيسى اتخبطت راحت مفرقعه على طول. طب ثواني هنا بقى، هو ده اسمه كلام؟ اكيد ده مش منطقي ان العربيه تتخبط وتقوم مفرقعه في نفس اللحظه. ما عداش اصلا 10 ثواني على الخبطه علشان تقول لي انها فرقعت. تمام، المخرج جابها وهي مفرقعه على طول في حته المفروض تكون حصل فيها حاجات كتير قوي. الوقت بين الخبطه والفرقعه في وقت المفروض يحصل فيه حاجات كبير، زي لما العربيه اتخبطت في الرصيف ما تديش ابدا ان العربيه تفرقع اصلا، قوه الخبطه ما توحيش انها تفرقع. طب هنقول انها فرقعت، بس لما تتخبط اكيد الاول التابوت بتاع العربيه هيتخبط، وبعدين البنزين يقع، وبعدين يحصل الاحتكاك فيحصل شراره، وعيسى يتخبط في الدركسيون مثلا يتعور يحصل له اي حاجه، وبعدين يحصل ان يا اما عيسى يلحق يخرج من العربيه ويجري ويسيبها تفرقع، يا اما عيسى نفسه يخرج وهو اللي يفرقع. لكن انك تقول لي بمجرد ما العربيه تتخبط في الرصيف وخبطه ما توحيش انها تفرقع، وكمان العربيه رانج روفر عربيه عيسى الوزان من احدث العربيات، فمستحيل من الخبطه البسيطه دي ان العربيه تفرقع. لكن ما تديش ابدا ان مجرد ما يتخبط فرقع على طول. الأبطال الأساسيين هم أحمد السقا في دور نصار، وطارق لطفي في دور خضر، وباسم سمرة في دور عيسى. شفنا قبل كده مصطفى أبو سريع في دور عاطف جوز أخت العتاولة، وزينة في دور حنة اللي اتجوزها نصار. بينضم حديثا الفنانة فيفا عبده في دور الست جديدة، والكل كان متوقع إنها تقوم بدور أم العتاولة مكان الفنانة فريدة سيف النصر، ولكن هي تقوم بدور تاني خالص، دور الست جديدة واللي بتتاجر في الممنوعات. واللي انضم برضه حديثا نسرين امين في دور عدوله، واللي تقريبا هيكون عندها كباريه او هتكون صاحبه كباريه، ومي القاضي في دور شوق، والفنان سامي مغاوري كضيف شرف، والفنانه جمانه مراد كضيف شرف. المصلحه دي هندخلوها بدراعاتنا،
وعينينا هتبقى في وسط راسنا. بيبان ايد عيسى الوزان وهي محطوطه على النصار وهو لما دخل عليه وهو نايم. طيب السؤال هنا بقى، ليه عيسى الوزان ما ضربهوش او ما جابلوش رجاله تموته او ما خطفهوش او ما عملش فيه اي حاجه تضره؟ في اللقطه دي النصار بيقول هنخش العمليه وعيننا في وسط راسنا، وبرده في اللقطه دي انا مت قبل كده 5 مرات. عايزين تعملوا الجزء التاني من غيري؟ بيقول له عايزين تعملوا الجزء التاني من غيري، وماسك شومه وواقف مع العتاوله ضدهم، يعني هو بيدافع عنهم وواقف معاهم. طيب في اللقطه دي برضه انا معايا كام مصلحه كده، ايه لوز اللوز. الفلوس والمصلحه يطلعوا قد ايه؟ 100 مليون جنيه. الله، طب ما كده عيسى الوزان راجع ومش ناوي ينتقم، مش ناوي على انتقام، او لو ناوي على انتقام هياخد اللي هو عايزه من العتاوله وبعدين يرميهم، خصوصا ان في عمليه كبيره هتتعمل ب100 مليون جنيه، وممكن ده اللي مخلي عيسى صابر عليهم لحد دلوقتي، لان طالما هو صابر عليهم يبقى العمليه دي ما ينفعش حد يقوم بيها غير العتاوله بس. كان من السهل يقتلهم او يخطفهم او يعمل فيهم اي حاجه، او حتى ما يعرفهمش ان هو لسه عايش، بس المصلحه اللي عايزها منهم اهم من كل ده، دول 100 مليون برضه. الحقيقه في حاجه كمان حابين نتكلم عنها، وهي ان لا شك من نجاح مسلسل العتاولة في الجزء الاول، سواء اخراج، كتابه، تمثيل، احداث مشوقه، وكل حاجه حتى الموسيقى التصويريه كانت من احسن الموسيقى، وواخد وضع كويس جدا في رمضان 2024، وانه متوقع انه في 2025 ان شاء الله في رمضان هيكون من انجح المسلسلات اللي هتحصل. حتى الممثلين اللي ما كانش ليهم تأثير في أعمال تانية أو ما كانوش ظاهرين كتير، زينب العبد في دور قطة، وأحمد كشك في دور السبتي، وهدى الأتراب اللي بقى مسلسل أيقوني بالنسبة ليها واتشهرت بقنبلة الجيل، وكل دول المسلسل بقى نقلة كبيرة قوي في تاريخهم وبقوا متشافين أكتر. ولكن نهاية سترة العطرة الفنانة فريدة سيف النصر ما كانتش أحسن حاجة. أم العتاولة نهايتها ما كانتش أحسن حاجة، اختفت فجأة ولا كأنها كانت موجودة بعد ما كلهم عرفوا إن هي مش أم نصار، وخدته ربته مع خضر وبقوا الاتنين اخوات بس هما في الاصل ولاد عم. نهايه غير متوقعه، وكان من الافضل ان يكون في نهايه احسن. المسلسل هيتعرض على قناه MBC مصر وMBC مصر 2 ومنصه شاهد الرقميه، ومن المتوقع انه يبقى في نفس ميعاد العتاوله الجزء الاول. وبكده يكون انتهى الحلقه بتاعتنا النهارده. يا ريت لو عجبك تعمل لايك واشتراك في القناه. لو ما شفتش الحلقه بتاعت المداح الجزء الخامس هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو.